اهلا بيكم. النهارده هنعمل فيلم اكشن وجريمه اسمه سركار، وقبل ما نبدا ما ننساش نصلي على النبي ونشترك في القناه عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. بيبدا فيلمنا مع ساندار المدير التنفيذي لشركه كبيره في امريكا اسمها GL التكنولوجيا، وبيجي للهند بعد ما كان موجود مده كبيره بره البلد، وبيستقبلوه الصحفيين وبيسالوه لو كان جاي الهند عشان يستولى على الشركات التكنولوجيه اللي موجوده عندهم. بس ساندار بيطمنهم ان هو جاي هنا عشان الانتخابات بتاعه المجلس التشريعي لولايه تامل نادو، وان هو زي اي مواطن هيدلي بصوته في الانتخابات، وانه مش هيقعد كتير، كلها 4 ساعات وهيرجع امريكا. وبيروح بعدها على طول على المدرسه اللي هينتخب فيها باسطول من العربيات، وبيقف في الطابور بتاع الانتخابات، وبتشوفوا واحده ابوها داخل الانتخابات اسمها نيلا، وبتبقى عارفه انه ساندار وهو عارفها، وبيسلم عليها ساندار وبيرحب بيها، وبتقول له نيلا ان ابوها داخل الانتخابات السنه دي زي كل سنه، ولو نجح الحزب بتاعه هيمسك رئاسه الوزراء. وبتستأذن نيلا من ساندار عشان ياخدوا صوره مع بعض، وبتقول له ان الصوره دي هتجيب لها اعجاب كتير على الانستجرام. وبعدها بتقول له ما ينساش ينتخب ابوها، وبتسيبه وبتمشي. وبيدخل ساندار الاوضه اللي بينتخبوا فيها، وكل الكاميرات بتفضل تصوره، لكن بتحصل مصيبه في اللجنه، وبيلاقي ساندار ان جنب اسمه متعلم على ان هو انتخب، يعني في حد انتخب مكانه. وبتتكلم كل القنوات عن الموضوع وعن الفساد السياسي اللي بيحصل في الانتخابات. وبيجي اللي ماسك الانتخابات وبيعتذر لساندار، وبيقول له ان دي غلطه بسيطه ويسامحهم عليها. بس ساندار بيتعصب وبيقول له انه سافر 13,000 كيلو بطياره خاصه عشان ان هو ينتخب في بلده. وبيخلص وقت التصويت، وبيشوف ساندار عساكر الجيش طالعين بصناديق الانتخابات عشان تتفرز، وبيركب ساندار عربيته وهو في قمه الاحباط، وبتروح له نيلا وبتركب معاه. وبيكلم بعدها على سكايب المحامي واسمه جيس، وبيقول له يعمل كل اللازم عشان يوقفوا فرز الاصوات لغايه لما يعرفوا مين اللي زور الانتخابات وادلى بصوته مكانه، وكمان يبعت له قانون الانتخابات الهندي كله. وتاني يوم الصبح بيروح ساندار ومعاه نيلا لمقر المحكمه، وبيقابل مدير العمليات الانتخابيه واسمه شاري، ويقول له ان هو قدم طلب بوقف عمليه فرز الاصوات بعد ما بداوا فعلا يفرزوا الاصوات وما قدروش انهم ينفذوا طلبه، بس هم رفضوا 12 موظف من هيئه الانتخابات عشان الغلط اللي حصل. يقول لهم المحامي جيس ان الموضوع مش فصل موظفين، هو كان عايز يرجع لساندار حقه في الانتخابات. يقول لهم ساندار انه عايز حقه اللي بيكلفه للقانون الهندي في الماده 49 بي، واللي بينص ان هو لو اتزور صوت في الانتخابات من حقه يصوت تاني. وبيتناقشوا شويه اللجنه بينهم وبين بعض، وبعدها القاضي كيرش بيعلن ان من حق السيد ساندار التصويت في الانتخابات، وبعد الادلاء بصوته هيعلنوا نتائج التصويت في منطقته. وبعدها بيروح ساندار وبيعمل مؤتمر صحفي، وبيقول لكل الصحفيين انه بيحاول يستفز كل اللي زوروا صوتهم عشان ما يسكتوش على اللي حصل ويدافعوا عن صوتهم، وانهم من حقهم التصويت في الانتخابات. وبعد ما بينتشر المقطع اللي بيتكلم فيه ساندار، بيرفع اكتر من 300,000 واحد قضيه عشان هم ما صوتوش في الانتخابات وتم تزوير اصواتهم، واللي مش بيقدر يرفع ومعهوش فلوس. طلاب كليه الحقوق عملوا له موقع عشان يسجلوا فيه ويرفعوا هم بدلهم القضيه. وبيجمع بعدها ساندار الحرس والمساعده بتاعته، وبيقول لهم يرجعوا على امريكا تاني، وهو ممكن يطول شويه في الهند. وبنروح لنيلا اللي بتبقى راكبه مع ساندار العربيه، وبيجي لها تليفون، ولما بتخلصوا بتقول لساندار انهم اخيرا لقوا له زور صوته في الانتخابات. ويروح ساندار للراجل اللي اسمه كوشيك وبيقعد يضرب فيه، وبيساله كوشيك هو بيضربه ليه. يقول له ساندار عشان زور صوته في الانتخابات. يقول له كوشيك هو زور اصوات كتير، وبيساله اسمه ايه. وبيتصدم ساندار من اللي بيقوله كوشيك، وبيقول له ان هو من كتر ما زور اصوات للناس مش فاكرهم. يقول له كوشيك بكل فخر انه زور 1000 صوت، وهيفتكر مين ولا مين لان مخه مش دفتر. ومن كتر صدمه ساندار ما بيبقاش عارف يعمل ايه في كوشيك، وكان هيعيط من الحسره. تبقى الاحزاب كلها زعلانه من اللي بيحصل وتاخير نتائج التصويت بعد اكتشاف التزوير. وبيبقى رئيس حزب من الاحزاب اسمه مالا، واخوه ريندو مش عارفين يعملوا ايه. وبتتصل بنت مالا اللي قاعده في كندا واسمها بابا، وبتقول لابوها انها عرفت ان جلسه المحكمه اللي هيأجلوا فيها الانتخابات بكره الساعه 10، وهم ممكن يقولوا القسم قبلها الساعه 8، ويأجلوا الجلسه دي لغايه لما يقدروا يخلوا الناس تتنازل عن الدعاوي. ولما بيطلع الصبح بيكلم ساندار القاضي، وبيقول له ان ميعاد الجلسه اتغير للساعه 8، وعرف ان حزب مالا عمل جلسه الساعه 2 بالليل وغير ميعاد القسم ل 8 الصبح، وقدر ياخد حكم بتقديم الجلسه. وبتبدا احتفاليه القسم، وفي نفس الوقت جلسه المحكمه. وساعه حلف القسم بتاع مالا يجي تليفون للحاكم، وبعد ما بيخلصوا بيعلن رسمي الغاء حفله القسم والانتخابات التشريعيه اللي حصلت، وان الانتخابات هتتعاد بعد
15 يوم من دلوقتي. وبيطلع مالا من القاعة وهو بيشيط ومتعصب خالص، وبيتصل بعدها ببنته وبيقول لها اللي حصل، وتقول له لازم البلد كلها يبقى فيها اعمال شغب وتدمير عشان الكل يحس بالخوف، ولازم يقتلوا النهارده ساندار اللي عامل كل الدوشة دي، بس لازم القتل يكون ما فيهوش شبهة جنائية. وبتبدأ اعمال الشغب في كل حتة في الهند، والمحلات بتقفل ابوابها عشان ما تتكسرش ولا تتسرق. وبيبقى ريندو مساعد مالا متعصب من رجالته عشان مش قادرين يلاقوا ساندار، وبيقول لهم بقالهم 12 ساعة بيدوروا عليه، ده لو كان عيل صغير تايه كانوا لاقوه. وفجأة بيلاقيه ريندو في كاميرات المراقبة وهو بيتكلم مع حارس البوابة بتاعته. ولما بيتصل ريندو بالبوابة بيقول له الحارس ان في واحد اسمه ساندار عايز يقابله، يقول له ريندو يدخله. وبيسأل رئيس الحرس عندهم كام واحد من رجالتهم في البيت، يقول له ان هم عندهم 38 واحد في المكان. وبيدخل بعدها ساندار وبيقول له الكل هو عارف انهم بيدوروا عليه، وما يغرهمش السلطة والنفوذ وكمية الرجالة اللي موجودة، لان دايما الحق صوته بيبقى اعلى. بس بيقطعوا ريندو وبيقول له يوفر كلامه ده لواحد غبي يحب يسمعه، هم دلوقتي في حرب وهيفوزوا بيها. بس ساندار بيقعد يضحك وبيقول له طالما الموضوع وصل للحرب هو جاهز، وايا كانت الدايرة اللي هيترشح فيها الراجل بتاعه هيترشح هو قدامه. وبيتعصب ريندو وبيؤمر رجالته يقتلوه، وبيهجموا الرجالة على ساندار، بس بيقعد يضرب فيهم وبيمسح بكرامتهم الارض. ويبقى ريندو شايف اللي بيحصل وبيبلع ريقه بالعافية. وبيكمل ساندار ضرب في الرجالة لغاية لما يتصل مالا بريندو، وبيدوا التليفون لساندار. ويقول مالا لساندار هو سمع انه عايز يترشح قدامه وينافسه في الدايرة، هو فاكرها لعبة بلاي ستيشن هيلعبها ولا ايه، لكن بيعرفوا ان دي لعبة فيها ألم ودم ويفرجوا هيعملها ازاي. وبيقول له ساندار ان هو هيفرجه بس ما يزعلش من اللي هيحصل. وبيروح بعدها ساندار لأبو نيلا وبيقول له انه هيرشح نفسه في الانتخابات ضد الزعيم بتاعه. وبيمسك الراجل الغلبان قلبه وبيبقى مصدوم من اللي قاله ساندار. ويروح بعدها تاني يوم عشان يقدم اسمه كمرشح في الانتخابات، وبياخد معاه كوشك اللي بقى صاحبه بعد ما عرف ان هو اللي زور صوته في الانتخابات. وكمان نيلا بتروح معاهم، وبيقعد الموظف يتلكك على الورق، بس كوشك بيبقى معاه كل الورق بتاع ساندار. وبيحدفوا له الموظف، وبيبص الموظف في البطاقه بتاعه ساندار وبيقول له ان هي مش شبه وشه ومش واضحه قوي، وان هو كده مش هيقدر يديله استمارة ترشيح. بس ساندار بيقول له ان البطاقه دي طالعه من وزاره الداخليه في الهند، يعني كده هو قصده ان في تقصير في وزاره الداخليه. لكن الموظف الغلبان بيقوم من على كرسيه ويترجى ساندار انه يسكت عشان ما ياخدوش ورا الشمس. وبيهدده بعدها ساندار ويقول له لو عرف بعد ما مشي ان الطلب بتاعه اترفض لاي سبب هيرفع عليه قضيه في المحكمه العليا. وبيعمل بعدها ساندار اجتماعات مع الناس في الدايره بتاعته وبيقنعهم انهم ينتخبوه عشان حياتهم تبقى احسن. وبيفضل يعمل في اجتماعات ويمشي في مسيرات عشان الناس تعرف انه واحد منهم وعايز ليهم الافضل. وبيدخل ساندار في مواجهه مع عساكر تبع الشرطه بيهجموا على المسيرات بتاعته باوامر من مالا. وبيحاول ساندار يدافع عن الناس الكبيره في المسيره، وبيمسكوه العساكر وبيدخلوه في عربيه وبيقفلوا عليه، وبيبقى معاه بلطجيه جوه العربيه وبيقعدوا يضربوا في ساندار. وبيشوف ساندار من شباك العربيه بنات وستات كبار بيتضربوا وبيتعصب، وبيقعد يضرب في كل البلطجيه اللي في العربيه لغايه لما بيقدر يخلص عليهم كلهم، وبيضرب اخر 2 وبيكسر بيهم باب العربيه. ولما بيطلع ساندار بره العربيه بيتصدم من الناس الكتيره اللي اتضربت واتعورت وبقوا مرميين في الارض، وبيقعد يعيط وبيقول للناس انها تسامحه وكل اللي حصل ده حصل بذنبه. بس كام واحد بيردوا عليه وبيقولوا ان هم ما حسوش بطعم الحريه من زمان وكان لازم يحصل اللي يحصل. وبيطلع في التلفزيون بعدها ان الناس بعدت خالص عن مالا والحزب بتاعه بعد ما سلط البوليس على الناس وقعد يضرب فيهم. وبعدها في مقر الحمله الانتخابيه بتاع ساندار بيجيله واحد اسمه راثنا ويقول له ان هو رسام وليه واحد صاحبه اسمه موسو شغال صحفي واختفى من 10 ايام في الانتخابات ومحدش عارف هو راح فين. وقدم شكوى في البوليس بس من غير فايده. ولما راح لاخته امبارح اديته هارد، ولما شاف اللي عليه اتصدم وقال له ان هو لازم يجيبهوله. وبيشوف ساندار مستندات وصور لناس مقتولين واوراق مهمه ممسوكه على مالا والحزب بتاعه. ويقول ساندار لراسنا ان هو امن ليهم الضربه القاضيه في الفوز للانتخابات. ويعرفوا مالا وريندو موضوع الهارد اللي مع ساندار، وبتيجي بابا من كندا مخصوص عشان تشوف ابوها وتخطط معاه. ويعمل بعدها مالا مؤتمر صحفي كبير وبيعرض فيه صور لكاميرات المراقبه من تصوير الضرب والعنف اللي عمله ساندار في مقر الحزب بتاعه. ويقول مالا ان هو اللي بدأ بالعنف وعامل فيها بلطجي، وانه كمان متورط مع جهات اجنبيه عايزين يخربوا الهند ويفككوها، ومعاه مستندات مهمه تثبت كلامه. وبتعمل بعدها بابا حادثه بالعربيه وبتخلي تريلا تدخل فيهم كأن ساندار اللي مدبر الحادثه، وبتقعد تترعش في المستشفى وكأنها هتموت. وبتصور اللي بيحصل وبتقول لعمها ريندو ان الشنطه الفاضيه اللي كانت معاهم في العربيه اتسرقت منها وهي المفروض يكون فيها المستندات اللي اتكلم ابوها عليها، وكأن ساندار هو اللي سرقها عشان ما يتكشفش. وبتروح بابا بعدها وبتخلص على ابوها عشان حتى لو المستندات طلعت يكون هو مات. وبتقوم جنازه كبيره عشان تودع السياسي المناضل الشريف مالا، وبيقعدوا الناس يعيطوا عليه. وبتعلن بعدها بابا انها هتخوض
الانتخابات مكان ابوها. وفي اللحظة دي بتبقى نتائج استطلاعات الرأي لصالح بابا بنسبة 85%، وكل ده طبعا بسبب الشائعات الأخيرة ان ساندار هو المسؤول عن موت مالا. ونروح ليوم الانتخابات الصبح وتبقى اللجنة بتستقبل المصوتين، وبيجي خبر عاجل في التلفزيون وبتقول المذيعة ان المستندات المهمة اللي اتقلبت عشانها عربية بابا لقوها. والصحفي موسر قال على تويتر بعد ما تخلص الانتخابات هينشر المستندات دي عشان فترة الصمت الانتخابي. ويروحوا بسرعة يقولوا لساندار اللي بيحصل، ويقول لهم ان هو اللي نشر على اكاونت موسر على تويتر الكلام ده ولازم يركزوا معاه عشان خلاص فاضل 6 ساعات. وبعدها بيلاقي البوليس جثة موسر بعد ما ساندار بيبلغهم من رقم مجهول. وبيستغربوا الناس والبوليس ازاي بينشر تغريدات على تويتر وهو ميت من مدة. وبتبقى بابا غلطت وقالت قدام الصحافة انها قابلت موسر الصبح وقالت له ما ينشرش حاجة ويلزم الصمت الانتخابي. وبيطلعوا في التلفزيون ان ازاي بابا قابلته وهو ميت بقاله 15 يوم. وبيطلع بعدها ساندار بفيديو على حساب موسو ويقول للناس ان هو اللي خطط لكل التغريدات دي ونشرها، وقدر يوقع بابا في شر اعمالها وخلاها تكذب على الناس. وكمان ام بابا عايزة تقول لكل الناس مين اللي قتل جوزها. بتتصدم بابا من الكلام وبتروح تدور على امها واللي اصلا مش بتلاقيها في البيت، وبتقول لعمها ان امها مش لازم تتكلم النهارده والا كده كل حاجه هتضيع. وبيوصل ساندار على المكان اللي المفروض هتتكلم فيه ام بابا للصحافه، بس بيلاقي بابا مستنياهم هناك. وبتيجي عربيه وبتخبط ام بابا وبتبقى بابا عايزه تموتها. وبيركب بسرعه ساندار العربيه عشان يحمي الام، ويقدر يهرب ساندار من العربيات. وبعدها بينزل وبيضرب في رجاله بابا وبيقدر انه يكسر عظمهم. وبتهرب بسرعه بابا وباقي الرجاله. وبعدها بتطلع ام بابا لايف وبتقول ان هي شافت بنتها بتدي جوزها جرعه زياده من الدواء بتاعه، ولو سمحوا لبنتها تفوز بالانتخابات دي هتدمر البلد. وبيتكلم بعدها ساندار مع الناس وبيقول لكل اللي لسه منزلش عشان يصوت ينزل بسرعه عشان البلد دي تبقى احسن وما تتدمرش. وبينزلوا الناس من كل مكان عشان يصوتوا في الانتخابات لصالح ساندار. وبيجي بعد الانتخابات خبر القبض على بابا وريندو واتهامهم بقتل مالا. وبيفوز ساندار وكل الاعضاء اللي اختارهم في الانتخابات، وبيشكرهم ساندار على وقوفهم معاه. لكن هو لغايه هنا ومهمته بتكون انتهت ومش هيبقى معاهم. وبيتصدموا كلهم وبيبقوا عايزينه يرجع عن قراره، بس هو بيقول لهم ان القرار ده قرار نهائي. وبعد تفكير كتير رشح واحد من المجتهدين في العمل السياسي رئيس للوزراء بداله واسمه ساركونام. وبيخلص على كده فيلمنا. اهلا بيكم. النهارده هنعمل فيلم اكشن اسمه سوباكي. وقبل ما نبدا ما ننساش نصلي على النبي ونشترك في القناه عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. ولو عندكم اي اقتراح لافلام يا ريت تسيبوها لنا في التعليقات. بيبدأ فيلمنا بوصول قطر الضباط لمحطة مومباي، وبيكون أهل جاجا مستنيينه على المحطة وبقالهم سنة كاملة ما شافوهوش. وينزل جاجا المحطة وبيسلم على عيلته، وبيبقى أبوه مستعجل خالص وبياخدهم كلهم في عربية. وبيقول أبو جاجا لابنه إنهم رايحين يقابلوا عروسة دلوقتي عشان بكرة هيبدأ حاجة عندهم اسمها الشهر المشؤوم، ومحدش هيخليه يشوف بنته في الشهر ده، وأجازته هتخلص بعدها ومش هيكون اتجوز إلا بعد سنة تانية. ويروحوا عيلة جاجا لبيت العروسة، ويبقى جاجا عايز يهرب بس إخواته البنات بيمسكوه. وأهل العروسة بيبقوا مستغربين من لبس جاجا، بس ابوه بيقول لهم ان هو لسه واصل من الكتيبه ومفيش وقت قدامهم عشان الشهر المشؤوم خلاص هيبدا. وبيندهوا بعدها على العروسه واسمها نيشا، وبتدخل وهي شايله صينيه الشاي. وبتبص نيشا على لبسه وجزمته اللي مليانه طين وبتقعد تضحك. ولما بيرجعوا في العربيه بيقول جاجا لامه تديله رقم ابو العروسه. ولما بيكلموا بيقول له ان بنته جميله، بس هو حاسس انهم مش هيبقوا مناسبين لبعض، واكيد ان هو هيلاقي عريس احسن منه لبنته. وبعد ما بيخلص المكالمه ابوه بيتعصب عليه وبيقول له اديني سبب واحد يخليك ترفض البنت دي. وبيقول له جاجا ان هي شعرها طويل وهتاخد وقت وهي بتسرحه عشان نخرج ونروح اي حته، وكمان خجوله جدا. وفي بيت العروسه لما باباها بيقول لها ان العريس رفضها بتشيل الشعر اللي حطته لها امها عشان يخليها احلى، وبيطلع فعلا شعرها قصير. وبتقعد تزعق لابوها وامها عشان هي اصلا ما كانتش عايزه تتجوز. وبيروح جاجا مع صاحبه بليجي ضابط البوليس لحفله في كليه بنات، وبيقول له بليجي هو جابه هنا عشان يستمتع بجمال البنات في هدوء ومش عايز اي تصرفات طايشه. وبيبقى فيه ماتش ملاكمه بين بنتين في الكليه، وبيحكي جاجا لصاحبه على البنت اللي رفضها امبارح عشان كانت خجوله جدا. ولسه هيكمل بيلاقي عروسته داخله حلبة الملاكمه، وبيتصدم جاجا لما بيشوفها بالشكل ده، وهي بتتعصب كمان لما بتلاقيه واقف بيتفرج عليها. وبضربه واحده بتقدر نيشا توقع اللي بتلعب معاها بالضربه القاضيه. ويقول جاجا لصاحبه ان البنت اللي فازت دي هي اللي قابلها امبارح، وبيتصدم بلاجي لما بيسمع منه الكلام ده. ولما بيرجع جاجا البيت بيقعد يقول لاهله يكلموا اهل نيشا ويرجعوا يوافقوا على الجوازه، بس امه بتقول له ان هو اكيد مجنون وهي مش
تعمل كده وتضحك عليهم الناس، بس جاجا بيفضل وراها لغايه لما تعمل له اللي هو عايزه. وفي بيت نيشا بتتعصب على ابوها وبتقول له هو لعب عيال ولا ايه؟ هو مش قال ان هو مش عايزني؟ بعد كده بيقول ان هو عايزني لكن بترفض طلبه. وبعدها بيركب جاجا مع صاحبه الاتوبيس، وهم راكبين واحد من الركاب بيقول ان حد سرق منه محفظته، وبيقول جاجا لسواق الاتوبيس يقف والناس كلها تتفتش، وبيقعدوا يفتشوا في الركاب، جاجا من باب وبلاجي والراجل الغلبان من باب، لغايه لما واحد بينزل من الاتوبيس وبيزق الناس كلها وبيجري، وفي نفس اللحظه بيلاقي بلاجي المحفظه مع الحرامي عند باب الاتوبيس التاني. لكن بيعرف جاجا ان في مصيبه اكبر من المحفظه، وبيجري بسرعه ورا الراجل لغايه لما بيمسكه وبيقعد يضرب فيه وبيساله هو بيجري ليه. وفجاه الاتوبيس كله بيتفجر هو والعربيات اللي جنبه، وبيطلع الراجل ده ارهابي وفجر الاتوبيس. ومن كتر صدمه جاجا ما بياخدش باله من الارهابي وبيهرب بسرعه، بس جاجا بيلمحه في اخر لحظه وبيجري وراه وبيمسكه ويحدفه في الارض وبيسلمه بعدها للبوليس. وبالليل بيجي بلاجي لجاجا ومعاه كام واحد وبيقول له ان دول هيحرسوا البيت بتاعه النهارده، لان الارهابي هرب من المستشفى اللي كان بيتعالج فيها، وكمان قتل الدكتور المسؤول عنه واتنين من الحراس. ويدخل جاجا اوضته ويبقى موجود عنده في الاوضه الارهابي ومربوط. ونفتكر مع بعض جاجا عمل كده ازاي لما بيروح وقعد قدام المستشفى وحاسس ان الارهابي هيهرب، وبيقدر فعلا الارهابي يهرب، لكن بيمسكه جاجا وبيقعد يضرب فيه، وكل ما يحاول الارهابي يضربه ما يقدرش، وبياخده معاه للبيت وبيربطه. ونرجع تاني لجاجا اللي بيطلع ادوات التعذيب وبيسال الارهابي ليه بيقتل ناس ابرياء ما عملولوش اي حاجه، وبيقطع له صباعه الصغير، وبيفضل الارهابي يصرخ ويخليه يقول مين اللي ساعده عشان يهرب من المستشفى. وبيطلع مدير الامن هناك، ويروح جاجا لمدير الامن في بيته ويعرفه بنفسه انه ضابط في الجيش الهندي، وكمان هو عميل سري في القوات الخاصه، ومحدش يعرف المعلومات دي عنه حتى اهله في البيت. وهو بيعرفه المعلومات دي لان هو مش هيعيش كتير، ويطلع له سلاحين، واحد ميري بتاعه والتاني سلاح محلي، ويقول له لو هو ضربه بالنار من السلاح بتاعه هيدخل في تحقيقات كتير بس هيطلع منها، وهيخليه ارهابي واولاده هيشحتوا في الشوارع، بس لو هو ضرب نفسه بالنار هتبقى حاله انتحار، وهيدوا لواحد من عيلته وظيفه وهيعملوا لعيلته مرتب شهري، وبكده تكون اختياراتك خلصت، ولو عملت اي حركه مش صح هتتضرب بالنار. وبيمسك الراجل الخاين المسدس وبيضرب نفسه بالنار، وبيهرب جاجا من المكان بسرعه، ويرجع تاني جاجا للارهابي وبيقول له ان اول واحد اتقتل خلاص، ويطلع الشنطه اللي كان ماسكها الارهابي وبيلاقي فيها ورقه عليها خطوط حمراء، وبيكتشف انها خريطه لما يوصل الخطوط ببعض، ويحطها على شاشه اللابتوب وبيعرف انها خريطه لمواقع مدينه مومباي. ويقول للارهابي الهجمات دي هتبدا امتى، وبيرد عليه ويقول له يوم 27، ويبقى فاضل 3 ايام على الهجمات دي. ونروح لنيشا اللي بتوصل لفرح صاحبتها، وبتلاقيها هتتجوز راجل كبير في السن، وبتاخدها على جنب وبتسالها هتتجوز ليه الراجل ده. تقول لها صاحبتها ان الراجل اللي مش عاجبها ده بيكسب 2 مليون في الشهر، وهي فكرت صح، ومش مهم ابدا الشكل لان الشباب الصغيرين مش معاهم فلوس. وتسالها نيشا لو لقيت شاب كويس وبيقبض كويس تتجوزه. صاحبتها بتقول لها طبعا على طول. وتروح نيشا للمكان اللي بيقعد فيه جاجا وبتنادي عليه، ولما بيجي بتقول له في وشه ان هي عايزه تتجوزه، ويقول لها جاجا ان هي حيرته، مره تقول ومره تقول لا، وهو حاسس انهم مش متوافقين. وبيسالها لو بتشرب سجاير. نيشا بتقول له اكيد لا، مفيش بنت بتشرب سجاير، وكمان مضر عشان الملاكمه. يقول لها جاجا انه بيحب البنات اللي بتشرب سجاير، وبتبص له نيشا وبتتعصب، وبعدها بتقعد تعيط وبتقول له ان هو بيذلها عشان جت لغايه عنده وما كانش المفروض ان هي تجيله. وبيفضل جاجا يهديها ويقول لها خلاص هو هيتجوزها وكان بيهزر معاها. وبيجي يوم 27 ويوصل جاجا للبيت، ويكون صاحبه مستنيه ويقول له انهم مش قادرين يقبضوا على الارهابي الهربان. وبيفتح له جاجا الدولاب وبيقول له هو ده اللي بتدور عليه، وبيتصدم بلاجي لما بيشوف الارهابي قدامه، وبيسال جاجا ازاي قبض عليه ولازم نسلمه للبوليس بسرعه. ويحكي له جاجا اللي عمله ساعتها عند المستشفى، ويقول له لو راح للبوليس هيهرب منهم تاني. وبعدها بيدي جاجا الارهابي حقنه وبيفك له ايده، ويقول لبلاجي ان هو اداله حقنه هتنيمه ساعتين، ودلوقتي لازم يروح فرح صاحبه. ويروح فعلا جاجا فرح صاحبه، وهناك يقابل المجموعه بتاعته من الضباط السريين وياخدهم معاه لغايه بيته، وبيقول لهم ان هو سهل للارهابي الهروب من بيته، وكده هيروح يقابل حد، ومجموعه منهم هيمشوا وراه والمجموعه التانيه ورا اللي هيقابله. ويطلع الارهابي من بيت جاجا وبيقعدوا ماشيين وراه بالاتوبيس اللي هم راكبينه لغايه لما بيقابل واحد، وبعدها بينزلوا من الاتوبيس، ولما يتحركوا كل واحد فيهم في اتجاه بيقعدوا ينفصلوا عن بعض لغايه لما كل واحد فيهم يبقى بيتابع واحد، وبيبقى عددهم 12 زي ال 12 موقع اللي كانوا على الخريطه. وبياخدوا الاوامر من جاجا وبيقتلوا ال 12 ارهابي مع بعض في وقت واحد. وبياخد جاجا تليفون واحد فيهم، وبيجي في الاخبار ان في 12 ارهابي
تم تصفيتهم من الخلايا النايمة في 12 موقع مختلف، ولقوا في الشنطة بتاعتهم قنابل وكانوا هيفجروها. وبيعرف زعيم الخلايا النايمة اللي بيحصل، وبيكلم واحد من المساعدين عشان يفهم في ايه ومين بالظبط اللي قدر يصفي 12 واحد من رجالته، بس ما بيقدرش يقول له مين اللي عمل كده، ويقول له الشرطة نفسها مش عارفة ايه اللي بيحصل، بس هم صادروا كل المعدات والتليفونات اللي معاهم ما عدا تليفون اخدوا واحد من اللي قتلوا راجل من رجالتنا. وبيتصل الزعيم على التليفون وبياخدوا جاجا ويفتح الخط، ويقول له الزعيم ان هو ما يعرفش هو مين او فين، بس هو قتل 12 واحد من رجالته ومنهم اخوه الصغير، وهو مش هيسكت غير لما يوصل له ويقتله. وبيرد عليه جاجا وبيقول له ان هو مستنيه. يوصل الزعيم على مومباي وبيقابل اعضاء الجماعه بتاعته ويبلغوه ان ال 12 واحد اللي قتلوا الرجاله بتاعتهم كانوا لابسين بدل. يقول لهم الزعيم ان هو عايز لسته بكل الحفلات والافراح اللي حصلت في يوم 27. وبيلف الزعيم بنفسه على الكنايس والافراح لغايه لما بيلاقي الفرح المطلوب، ويروح لاهل العريس في البيت ويشوف الصور اللي اتصورت للعريس والعروسه، بس بيلاقي 5 صور وكل صوره فيها مكونه من 12 واحد، وبيبقوا مش عارفين اي فريق اللي قتل الرجاله بتاعتهم، وبيخلصوا على اهل العريس بعدها. ولما بيوصل جاجا يكون الموضوع خلص، وبيبص في ألبوم الصور يلاقي ان الزعيم معلم على واحد بس من كل فريق اتصور مع العريس. وبيخطف الزعيم واحد من عيلة ال5 عشان يعرف منهم بيشتغلوا ايه بالظبط، ويقدر جاجا يقول لاخته سنجانة تاخد موتوسيكل اخت صاحبه اللي علم عليه الارهابي، وبدل ما يخطف اخت صاحبه يخطف سنجانة، وياخد جاجا الكلب بتاعه ويشممه لبس سنجانة، ويتحرك الكلب مع جاجا. وفي المكان اللي مخطوفين فيه البنات كل واحدة فيهم بتتعرف على اخوها ما عدا سنجانة، ما بيبقاش اخوها في الصور. ولما بيفتحوا الصور الجماعية بتشاور على اخوها وبيسألها مين اللي طلب منها تاخد موتوسيكل صاحبتها، وتقول لهم ان اخوها اللي قال لها تعمل كده. وبيعرف هنا الارهابي ان دول هم الفريق المطلوب، وبيتصل على الزعيم وبيبلغه بالاخبار. ويوصل الكلب بتاع جاجا للمكان اللي مخطوفين فيه البنات، ووراه جاجا اللي بيقعد يضرب في الارهابيين، وبياخد معاه اللي بيتواصل مع الزعيم عشان فاكره ان هو الزعيم، وبيفك كل البنات. ولما بتركب سنجانة العربية مع جاجا بتقعد تضرب فيه، وبتقول له انها كان ممكن تتقتل في المكان ده وازاي يعمل كده ويضحي باخته. يقول لها جاجا ان هم بيعملوا كده عشان خاطر الهند وعايزين يقضوا على الارهابيين، وهي شافت انهم مسكوا الزعيم بتاعهم والحكايه خلصت خلاص. بس سنجانة تقول له ان مش هو ده الزعيم، وكان في واحد تاني بيكلمه في التليفون. وبيروح جاجا البيت ويحط الارهابي كالعاده في الدولاب، وبتيجي نيشا اللي شكل جاجا نسيها خالص اصلا وسط اللي بيحصل، وبتدخل من غير ما حد يشوفها لاوضه جاجا وبتخضه. وبيفتكر جاجا ان حد جاي يخلص عليه وكان هيرشق المقص في دماغها، وبيسالها بتعمل ايه هنا، وبتقول له نيشا ان هو بقاله مده ما عملش حاجه وما خدش خطوه، والمفروض انهم كانوا هيتخطبوا لو ناسي. بس فجاه بيخبط عليهم حد الباب، وبتبقى نيشا عايزه تستخبى في الدولاب اللي فيه الارهابي، بس بيقول لها جاجا تستخبى في الدولاب التاني احسن. ولما بيفتح الباب بيطلع صاحبه بلاجي وبيساله لو قبض على الارهابي، وبيفتح له الدولاب وبيوري له الارهابي. وبعدها بيفتح الدولاب التاني ويطلع نيشا منه، ويقول لبلاجي ان الدواليب بتاعته المفروض يتحط فيها هدوم. وتاني يوم الصبح يطلع في التلفزيون انهم لقوا ارهابي مرمي في الشارع ومقطوع من عنده صباعين في ايده، وان هو كان على صله بال 12 ارهابي اللي اتقتلوا قبل كده. ويشوف الزعيم ان الدراع اليمين بتاعه اتقتل واترمى في الشارع زي كلاب السكك. وبيكلم جاجا في التليفون وبيقول له يكلم صاحبه سنسل اللي قاعد في المول، ويقول له ان في قنبله موجوده وقدامه 10 ثواني عشان يهرب. وبيتصل جاجا بسرعه بسنسل ويقول له على موضوع القنبله ولازم يجري بسرعه هو وعيلته، بس سنسل يقول لجاجا ان في ناس كتيره قوي حواليه ومش هيقدر ان هو يمشي لوحده. وبيقعد يقول له جاجا يمشي بسرعه فاضل اقل من 5 ثواني، بس سنسل بيبص على الناس اللي حواليه ودماغه بتتشل وما بيتحركش، وبتنفجر القنبله في سنسل وكل اللي موجودين في المول. وبيتصل بيه تاني الزعيم وبيقول له ان هو عارف مكان كل اصحابه اللي كانوا معاه في المهمه، ورا كل واحد فيهم حد من رجالته، وبيديله كمان معلومه عن مكان كل واحد. ويقول له جاجا ان هو هيعمل له اللي هو عايزه، بس ما يعملش اي حاجه تاني في حد وهو هيقابله بكره. وبيروح بعدها جاجا للضباط اللي اتصابوا في الحرب وبقوا مقعدين، يقول لهم ان هو عايزهم في مهمه، وهو هيروح بكره يقابل زعيم الخلايا النايمه وهيحط في ايده شريحه تتبع، وهيجيب لهم مواد يعملوا منها قنبله ويسلموها لبلاجي، واللي هو هيعرف يوصلها لي من خلال شريحه التتبع وهيفجرها في الزعيم. واي خليه نايمه مش هتقدر تاخد اوامر تاني طول حياتها وتبقى انتهت. وبيقعد يزعق في جاجا ويقول له ان دي مهمه انتحاريه، لو مش خايف على نفسك خاف على عيلتك اللي مش هيستحملوا خبر موتك. بس جاجا يقول له ان كل الناس اللي بيفجروهم الارهابيين عندهم عائلات ولازم حد يوقف اللي بيحصل. وبعدها بيروح جاجا وينهي الموضوع مع نيشا عشان ما تتعلقش بيه اكتر من كده، وبتسيبه وهي بتعيط. وتاني يوم الصبح بيحط شريطه التتبع في ايده وبيسمع التعليمات من الزعيم عشان يوصل له. وبيقعد الزعيم ياخده من عربيه لعربيه، وياخد الضابط الشنطه اللي فيها المتفجرات ويكلم بلاجي اللي بيقول له جاجا وصل فين. ويوصل جاجا للمينا وبيركب لانش ومنه السفينه وبيحطه في ايده الكلبشات،
وبينزل وراه ضابط الميه وبيلبس لبس الغواصين وبياخد الشنطه معاه، وبيتقابلوا اخيرا جاجا والزعيم الارهابي، وبيقول له الزعيم ان هو اكيد عايز يعرف ليه ما قتلوش لغايه دلوقتي، وبيفتح له اللابتوب وبيقول له ان كل عربيه ساقها عشان يجي هنا كان فيها متفجرات وهم مش هيفجروها عشان يبلغوا عنها البوليس، ولما يدوروا مين اللي حط القنابل دي في العربيات هيوصلوا ليك من خلال كاميرات المراقبه، وهتبقى ارهابي قد الدنيا والناس هتفرح بيك، وبعدها هيقتلوه هو وال12 اللي كانوا معاه في العمليه، وهنجيب ملحق من وزاره الدفاع تبعنا وهنخليه هو البطل اللي قدر يقتل كل الارهابيين وكمان ابطال القنابل، وفي الحركه الجايه ممكن يبقى وزير الدفاع. وكده هيدخل نظام الخلايا النايمه في الجيش الهندي، وبيعرف هنا جاجا ان هو لو مات كل حاجه هتبوظ وكمان هتتوسخ سمعته والجيش الهندي هيتدمر، ويروح الضابط وبيحط القنابل على جسم السفينه ويبقى فاضل ربع ساعه وتنفجر، وبيرفع عليه الزعيم المسدس ويقول له لو عنده اي امنيه اخيره قولها، وبيرد جاجا ان هو عايز يقتله بايده مش بمسدس، وبيضحك الزعيم وبيمسك جاجا وبيقعد يضرب فيه وبيتفخر قدام رجالته، ويقول له جاجا لو راجل فك ايدي ونتقاتل راجل لراجل ومش مكسوف قدام رجالتك بتضرب واحد مربوط، واول ما يفكه يقعد جاجا يضرب في الزعيم لغايه لما بيقدر ياخد مسدس من واحد وبيرفعه في وش الزعيم، وبيبقى فاضل دقيقه ونص على الانفجار، وينزلوا كلهم الرشاشات والمسدسات اللي معاهم وياخدوا جاجا على لانش، ولما بيقف اللانش بيقول له الزعيم انه حتى لو قتلوا رجالته هيكملوا المهمه مكانه، واللابتوب اللي على السفينه فيه كل التفاصيل، وبيضحك جاجا ويشاور له عشان يبص على السفينه، وبتتفجر السفينه قدام الزعيم اللي بيتصدم لما بيشوف المنظر، ويقول جاجا للزعيم اكيد هو مش فاهم حاجه بس مش مشكله ممكن تموت وانت كده، وبيديله رصاصه في نص دماغه، وبيقعد جاجا مع الملحق بتاع وزاره الدفاع وبيديله نفس الحلول اللي اداها المدير الامن بتاع المستشفى، وبياخد الملحق المسدس وبيقتل نفسه، وبيجي اليوم اللي خلاص جاجا راجع فيه للكتيبه بتاعته وكمان رجع لنيشا وجايه تودعه، وبتبقى العيله كلها معاه وبيودعوه على المحطه، وبكده بيكون جاجا انقذ الهند في الاجازه بتاعته. وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناه لو انتوا جداد معانا.